ازاي ممكن نوصل لاهدافنا؟ دايما بيبقى عندنا اهداف كبيره قوي، بس بنحس ان احنا مش عارفين نوصل للهدف ده عشان الموضوع كبير. اللي احنا بنعمله للاسف هو ان احنا بنكبر على نفسنا الهدف، وبنحس ان هو صعب جدا. زي مثلا انا عندي هدف ان انا اكبر اليوتيوب شانل بتاعتي. انا اليوتيوب شانل بتاعتي عند 5000 سبسكرايبر، وعشان اكبرها محتاج اعمل فيديو في الاسبوع او 4 فيديوهات في الشهر او 48 فيديو في السنه. لو بصيت للموضوع ان انا محتاج اعمل 48 فيديو في السنه، هحبط واحس ان الموضوع صعب جدا، واكيد مش هقدر اعمل 48 فيديو في السنه. بس لو فكرت في الموضوع ان انا محتاج اعمل فيديو في الاسبوع، وقسمت الهدف بتاعي او الهدف اللي هو اعمل فيديو في الاسبوع لاهداف اصغر منه، انا محتاج احط الكاميرا، محتاج الميموري يبقى فاضي، محتاج اصور الكونتنت بشكل معين، محتاج اتكلم عن توبيك ايه، التوبيك اقسمه عن ايه. فانا بفكر في الفيديو بس في الاسبوع، انما 48 فيديو اللي هصورهم في السنه دول مش دعوه بيهم، انا هصور فيديو في الاسبوع. فانا قسمت الهدف بتاعي الكبير لهدف صغير، وده قيس عليه اي حاجه في الدنيا. لو انت عايز تتمرن مثلا، عايز تكبر المسلز بتاعتك، او عايز تخس، فانت محتاج تروح الجيم 5 مرات في الاسبوع، يعني محتاج تروح في الشهر تقريبا حاجه و20 مره. طب حاسس ان الموضوع كبير قوي، او محتاج اروح في السنه كل المرات دي، انا مش عايز اروح الجيم فبتكسل. فالصح ان انت تقسم اهدافك لحاجه صغيره جدا، اللي هو انا بس اروح الجيم النهارده، بكره اروح الجيم، اكل